السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ شركة اورايمو من كتر ما عندهم سماعات كتير في الفئة الاقتصادية، في سماعات كتير كده بتتوه في الزحمة، ومن ضمنهم السماعة اللي معانا النهارده دي. من غير ما اطول عليكم في الكلام، دي الاورايمو فري بادز لايت، وده الريفيو الكامل عنها. اول حاجه كالعاده نبدا بيها هي التصميم والخامات. تصميم الكيس تصميم اعتيادي تماما، مفيش فيه اي شيء مختلف. من قدام عندنا لمبه التنبيه لنسبه الشحن اللي بتنور اخضر وبرتقاني واحمر على حسب نسبه الشحن اللي في الكيس. من اليمين عندنا زرار الريست، ومن تحت عندنا منفذ الشحن التايب سي بخامات بلاستيكيه بالكامل طبعا، وطبعا مش احسن بلاستيك خالص. غطا الكيس المفصله بتاعته مفيش فيها اي نوع من انواع المتانه، ده غير انه خفيف جدا، خفيف لدرجه انه بيثبت على اي وضع انت هتسيبه عليه. السماعه نفسها برضو تصميمها اعتيادي ولذيذ، بيجي شفاف بالكامل وهتبقى قادر من خلاله تشوف المكونات الداخليه، ولكنه ضخم شويه، فالسماعه دي مش هتبقى مناسبه في اغلب الاوقات للاستخدام النسائي. وعلى الرغم ان السماعه بيجي معاها 3 مقاسات تب مختلفه، ولكن انا هنا بتكلم على مقاس السماعه نفسها، ده غير ان الجزء ده فيها طويل جدا. ولكن برضو هرجع واقول ان السماعه دي مش متعبه في الودن خالص، هي بس هتبقى رخمه شويه لو اللي هيستخدمها بنت ودنها صغيره شويتين. خليني كمان اقول ان السماعات نفسها مقاومه للميه بمعياريه IPX4، ودي معياريه قليله شويتين، فحاول على قد ما تقدر تتجنب ان السماعه يجي عليها اي ميه حتى لو كانت قليله، اخرك شويه عرق خفيف وانت بتتمرن مثلا، مش اكتر من كده. نيجي دلوقتي نتكلم عن اكتر حاجه شجعتني اجيب السماعه دي واعمل الفيديو ده عنها، وهو اداء الصوت. صوت السماعه هنا بجد غريب، وطبعا انا كل كلامي بناء على مثيلاتها في نفس الفئه الاقتصاديه. فخليني اقول اني حاليا بجرب كذا سماعه تقريبا من نفس الفئه، ومنهم السماعتين دول، وهنعمل قريب فيديوهات لكل سماعه فيهم، وكمان مقارنات ما بينهم كلهم. فما تنساش تعمل سبسكرايب عشان تشوف كل الحلقات دي اول ما تنزل. ولكن السماعه دي فاجئتني من اداء الصوت الجميل بتاعها. صوت متوزع صح، وبيز مناسب من غير دب كتير، صوت عالي مش اعلى حاجه في الفئه، ولكنه عالي بدرجه مناسبه، وهتحس عموما انك مبسوط وانت بتسمع اي حاجه على السماعه دي. الصوت فيه شويه تفاصيل كويسه، والطبقات متوزعه بشكل لذيذ، والديستورشن ده اللي مش عارف هو ان لما اعلي الصوت على الاخر ابتدي احس بسنه وش خفيفه كده، فهنا انا ما لقيتش الموضوع ده خالص غير قليل جدا. وعلى الرغم ان السماعه دي ما فيهاش نويز كانسليشن، الا ان تصميمها بيحسسك بنسبه كبيره انك معزول وانت لابسها. انا حبيت اقول النقطه دي عشان على الرغم انها مفيده ومش بتدخل اصوات كتير في الودن، ومش هتحس بدوشه كبيره وانت لابسها، الا ان في ناس كتير بتتضايق من فكره السماعه اللي بتسد الودن تماما دي. صوت السماعه باختصار هو صوت نقي وجميل، فيه شويه بيز رايقين بدرجه مناسبه، وفي تفاصيل في صوت الحاجه اللي بتسمعها اكتر شويتين من معظم السماعات اللي في نفس الفئه دي. كل الكلام الجميل ده بقى بتتحكم فيه عن طريق الابلكيشن. طبعا السماعه بتوصلها بتليفونك عن طريق البلوتوث عادي جدا، وهتشتغل مجرد ما تتربط بيه، ولكن هتلاقي الاوبشن وطريقه التحكم في السماعه في الابلكيشن. الحقيقه ابلكيشن السماعه فقير جدا، ما فيهوش تقريبا اي خصائص على الاطلاق. اول حاجه هتلاقيها هي الايكولايزر اللي يخليه مقفول احسن وما تلعبش فيه، الا اذا انت بتحب البيز العالي، هتلاقي اختيار اسمه هيفي بيز، واللي الحقيقه شغال بدرجه كويسه، على الرغم انه بيخلي الصوت مكتوم سيكه بسيطه كده، ولكنه بيفخم بدرجه كبيره من البيز من غير برضو ما يعمل ديستورشن، وده المهم. كمان عندنا الايربود تاتش كنترول، واللي الغريب فيها شويه ان اعداداتها ثابته ومحدوده، فانت قدامك 3 اختيارات تختار ما بينهم لكل فرده في السماعه، وهي الديفولت او ميوزك كنترول او فوليوم كنترول، واللي لما بتختار اي حاجه فيهم بيجيب لك اعدادات ثابته ما تقدرش تغير اي حاجه فيها. يعني مثلا لو اخترت ميوزك كنترول في السماعه الشمال، يبقى لمسه توطي، لمستين تعلي، 3 لمسات ما تعملش حاجه، والاختيارات دي ما تقدرش تتحكم فيها او تغيرها، فالموضوع رخم حبتين انك ما تقدرش تخصص حاجه معينه تبقى انت عايزها. كمان عندنا جيم مود اللي الحقيقه لما بيشتغل بيقلل الديلي فعلا بنسبه شبه ملحوظه، ولكن السماعه في العموم مش موجهه تماما للالعاب، فلو انت شخص بروفيشنال في العاب الشوتنج مثلا، ما اعتقدش ان السماعه دي هتكون انسب حاجه ليك زيها زي معظم السماعات اللي في نفس الفئه. طبعا انت منتظرني اكمل، ولكن خليني اقول لك ان احنا كده خلصنا كل حاجه ممكن نتكلم عنها في الابلكيشن، واللي بالمناسبه هو مش شيء سلبي قوي ان ما يبقاش فيه زحمه كتير في الابلكيشن، ما عدا الجزئيه بتاعه التحكم في الصوت دي هي اللي مستفزه شويه الصراحه. خلينا دلوقتي ننتقل لاسوأ حاجه في السماعه دي للاسف، وهي ادائها في المكالمات. سماعه بتيجي بمايك وحيد على كل فرده، اللي الحقيقه اي تجربه مكالمات هتحاول تعملها خارج اي نطاق مقفول للاسف هتنتهي بالفشل. مش عارف اختصر في الجزئيه دي ولا ارخم واتكلم اكتر عن مدى سوء اداء السماعه دي في المكالمات، ولكني هختصر واقول لو انت شخص بتتحرك كتير ومعظم وقتك بره في الشارع وبتستخدم السماعه دي عشان تعمل بيها مكالمات وانت في مكان مفتوح، فحاول تشوف سماعه ثانيه. السماعه هتكون مناسبه ومش هتقابلك معاها اي مشكله
طول ما انت في نطاق مقفول والدوشه حواليك قليله، ولكن بمجرد ما الدوشه تزيد حواليك شويتين اداء المكالمات مش هيكون احسن حاجه خالص. نيجي دلوقتي لاداء البطاريه. رقميا اورايمو بتقول ان السماعه بالكيس بتدي لك تقريبا 40 ساعه من الاستخدام، ده غير ان السماعات نفسها بتدعم الشحن السريع من الكيس حوالي 10 دقائق يدوا لك ساعتين استخدام. فعلى ارض الواقع الكلام ده بنسبه كبيره مظبوط. اداء البطاريه هنا على الرغم انه مش اروع حاجه اطلاقا ولكنه مش وحش. فاختصارا لو انت شخص استخدامك كتير زي حالاتي كده السماعه هتقعد معاك تقريبا 4 أو 5 ايام. الاورايمو فري بادز لايت موجوده في رينج سعر تقريبا 650 جنيه مع ضمان سنه من الوكيل. فلو انت شخص عايز السماعه عشان صوتها فقط، سماعه تقدم لك تجربه صوت فريده من نوعها في كل الفئه وفي سماعات اغلى منها كمان، بطاريه معقوله وبسعر منافس، فالسماعه دي مفيش احسن منها بالسعر ده يقدم لك تجربه الصوت دي. واخيرا لو الحلقه عجبتك واستفدت منها باي شكل ما تنساش تعمل لايك للحلقه، سبسكرايب للشانل، وسلام.